مقاتلات السخون تصل فعليا، أو أعتقد بأن يعني الدفعة الجديدة تصل فعليا إلى الجزائر، وهذا بإعلان من طرف السلطات الجزائرية. مفاجأة روسية تقلق أوروبا والناتو، وكذلك الموقع ديال الدفاع العربي أخي الكريم. الجزائر تتجاوز كل التوقعات. أو لا؟ كيطال المخزن، لاباس عليك بخير، الأمور هادئة هانية. 2030 تنشوفوها أنا وياك، تنشوفوها 2030 أخي الكريم. كذلك المشروع الضخم ديال المخزن أن يتبوأ أو يتبول على نفسه أو يتبوأ المنطقة ماشي تبول، هذه يتبوأ المنطقة. المخزن حط لك 2030 على أساس أنه القوة الصاعدة. المخزن طبع من لهنا وشعلت فيه العافية من هنا أخي الكريم. قال لك حنا طبعنا معنا إسرائيل، معنا أمريكا، درنا الاتفاق الثلاثي، صافي حنا اللي غادي نوليو الأسياد ديال إفريقيا وأسياد المنطقة. وبدا علينا في الهبد أخي الكريم وفي الفتوحات ديالو. وبالمناسبة داخل مواقع التواصل الاجتماعي ما تسمع أخي الكريم غير التقارير. سيدي أشنو اف 35، تقرير بالانجليزيه، تقرير باسبانيا، تقرير بلا رسوم، غادي يجيبوا لا رسوم، تقرير بالاسبانيا، تقرير بالانجليزيه، تقرير بالفرنسيه، تقارير الامارات حتى هي تستعمل الكونغرس الاسباني من اجل طرح سؤال على رئيس ديال ماذا ديال افريكوم لانجلي، داخل ماذا داخل في استجواب اللي هو مباشر اللي كذلك يعني الجيش الامريكي خاصه في اطار افريكوم، من اجل كذلك التاكيد متى سيتم تمكين المغرب من صفقه الاف 35. اييه اخي الكريم، المخزن دخل معك في الحرب الروسيه الاوكرانيه، دخل كذلك معهم في الحرب ضد فلسطين، دخل معهم كذلك في الحرب ضد ايران. طبع اخي الكريم حتى النخاع، باع لك الدم واللي وراه، باع كذلك الجرف الاصفر عن بكره يبيع فوسفات صافي امتثل. بالمناسبة تنقيب الرخص، الأراضي، أراضي بالهكتارات، بالمناسبة التوطين، اش بغيتي، دار كل شيء مع إسرائيل، قدم كل شيء وفوق منها. وفوق منها بوسات ديال المحبة، فوق منها يعني التزم، يعني كانت تطبيع الخطة الخماسية، تطبيع بأن المغرب بعد 5 سنوات يولي قوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة صناعية في المجال العسكري وكذلك في المجال المدني. واش عقلتوا على تصريحات ما تكونش عندكم ذاكره ديال السمك؟ عودوا للتصريحات ديال المخزن. قال لك انتم حاسديننا حيت حنا طبعنا. قال لك بان التطبيع مع اسرائيل 5 سنوات تكفي من اجل نقله نوعيه في الاقتصاد المغربي. 5 سنوات تكفي من اجل جعل المغرب بانه البلد الذي يتسيد المنطقه. 5 سنوات كافيه من اجل تعزيز المكانه ديال المخزن جيوسياسيا عسكريا اقتصاديا وكذلك على المستوى ماذا؟ على المستوى السياسي. هي التطبيع بأي شكل من الأشكال لم يكن في البدايات ديالو ضد الجزائر، لم يكن ضد فلسطين والمنتصرة بالقضية الفلسطينية، بل كان من أجل تعزيز القوة ديال المخزن ووضعها في المكانة ديالها التي تستحقها دوليا. وحنا مطبعين ونفتخر، حنا أذكياء لأننا طبعنا. ياك أخي الكريم، طبعنا لأننا أذكياء، وحنا أذكياء لهذا طبعنا من أجل حقق كذلك المسافات. وغادي نمشيو نهربوا عليكم. واخا نسول المخزن اليوم سؤال بسيط، كي طال الاف 16 البلوك الفايبر مشات، هي مشات فلوسها. حنا اللي سمعناه واللي فهمناه من طرف الشركه المكلفه بتحديث الاف 16 وجعلها اف 16 بلوك بانها ماذا؟ بانها قامت بالتخلي وكذلك قامت بتعليق الاتفاقيه. وقالت لك بانه الاهم بالنسبه لي هو ما يتعلق بتعزيز القوة العسكرية خاصة في المجال ديال السلاح الجوي الأمريكي، أي أنه يجب أو ملتزمة اليوم الشركة الأمريكية المسؤولة على التحديث على صناعة والتركيز على الاف 35 وتقوية الاف 35 لأن أمريكا مقبلة على مواجهات على أعلى مستوى هي وإسرائيل. والاف 35 لا حديث فيه، مشات المقالات ديال اف 35 والمعاهد ديال التاكد 35 والمقارنات العسكريه ديال ما بين السوق 35 والسوق 57
وغيرها وغيرها وغيرها. ومن هو أحسنها القوات السلاح الجوي. أنا يعني كنت حقيقة دائما تشوف تنعطي نفس الملاحظة، كيفاش تتقارن الواقع بحال المواقع. تجيك جريدة على سبيل المثال، على سبيل المثال، وبنفس الشخص وبنفس الصحفي بالمناسبة التابع للمخزن كان يستغل الموقع ديال الدفاع العربي. هو اليوم يتحدث، ها، يتحدث في محاولة إلى توجيه الاتهامات. بالمناسبة إذا غادي تقرا المقال غادي تلقى بأنه ماذا توجه اتهامات للجزائر وكذلك يحرض ضد الجزائر، ما كان حتى شي إشكال. ولكن كان يقارن الواقع بالمواقع. كان الموقع ديال الدفاع العربي تيقارن السوخوي 57 اللي هي كاينة في الأرض وتم تمريرها للجزائر، تيقارنها بالاف 35 اللي هي موضوع ديال ماذا ديال معاهد وتقارير امريكيه ومقالات وبعض التدوينات الامريكيه. يعني تيقارن المواقع بالواقع. فاخي المطاف فين هي اف 35؟ ما بقاتش. ياك نتوما طبعتوا باش تحصلوا على اف 35 وانتم هما الحليف الاستراتيجي لامريكا وتعتمد عليكم امريكا من اجل تقويه يعني النفوذ ديالكم، وكذلك من اجل قصد تعزيز النفوذ ديالها عبر الحلفاء ديالها الاستراتيجيين، وماشي معكم روبيو. وبوريتا تضحك مع ترامب، وبوريتا تضحك مع روبيو، والامور هانيه، والاسد الافريقي ماشي جاي اخي الكريم، وقاعده عسكريه بطنطان وغير هكذا. اف 35 ما كايناش، باقي ما وصلتوش لهاد المرحله ديال 35. دوماج. والاف 16 حتى هي ما كايناش، تعطات لي فيها الفلوس ولكن بلوكي، مبلوكيه الفلوس دابا حاليا ديال المخزن. والجزائر كيفاش؟ السخوي 57، الجزائر مالها؟ السخوي 35، منظومه الدفاع. الجزائر مالها؟ المقاتلات الصينيه جي دي اس. الجزائر مالها؟ الدرونات اخي الكريم بمستويات اللي هي مرتفعه. الجزائر مالها؟ عندها كذلك منظومات ديال الدفاع من اجل التشويش والالكتروني وضرب الدرونات لمواجهه الدرونات. الجزائر مالها؟ دارت سكور في العالم كله. الجزائر مالها؟ دارت سكور في العالم كله. 17 الثانيه كانت كافيه للاطاحه بدرون ديال بالاقدار الذي يعتبر من احسن الدرونات في العالم، درون التركي بالمناسبه. كيفاش الجزائر عندها منظومه طيب الدرونات اللي هو تيخلع بها مخزن المنطقه خاصه الصحراويين، والمخزن كان يريد التنافس مع المغرب في السلاح الجوي لأنه ضعيف جدا في المجال الجوي، وحتى في السلاح البحري بالمناسبة، وتركز على المجال الجوي لأنه يستعد لخوض حرب ضد الجزائر. ولم يتم تمرير له صفقتين مهمتين، ولجأ إلى ماذا؟ لجأ إلى الخطة الفرنسية الرافال الأربعة. كيفاش أخي الكريم؟ والجزائر ما تم تمريره والحديث عليه هو ما تم تمريره. نرجعوا نقولوا في المسألة ديال تكون انت دولة ما تكونش رهينة، حيت كاين فرق بين الدولة وما بين أنك تكون رهينة. ملي تكون انت دولة وينظر لك على أساس أنك دولة وتتكون عندك الوزن ديالك، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم تعليق الالتزامات، تتكون على حساب الآخر، والآخر تيقدر جيدا ما معنى تمرير الصفقة. على سبيل المثال الجزائر مع قوتين عسكريتين ودوليتين حتى على المستوى الجيوسياسي كل من روسيا والصين، لا يتم بأي شكل من الأشكال وغير مسموح بتعليق الاتفاقيات. هو راه في الحرب وملزم بتمرير، في الحرب في حال الحرب وملزم لتمرير الصفقات لأنه وافق عليها. روسيا تسلح الجزائر وهي في حال حرب ضد حلف الناتو إلى حدود الآن. أموال تضخ لا زالت تضخ منذ سنة 2022 إلى حدود الآن. والمخزن الذي يتباهى بترامب والقوة العظمى التي ترعب العالم والتي غرقت في المستنقع ضد إيران ما قدرش بأنه يمد لها أي شيء. أي شيء. عندك لاباتشي ولا السلامة، عندك لاباتشي خاوية ديك بحال لاصية، ما كاين حتى شي إشكال. واخا تصور دابا حاليا بأن كانت حرب
أو كان هناك توجه جيوسياسي جديد داخل المنطقة، وكان من ضمنه طحن المغرب، كان من ضمن ديالو طحن المغرب. كي غادي يدير المخزن اليوم لمواجهة القوة العسكرية ديال الجزائر؟ كي غادي يدير؟ غادي تطلع لك الجزائر أخي الكريم طلعات خفيفة جدا، طلعة ولا طلعتين يبان لك الزمر مشتات أخي الكريم، تبان لك المغرب تتلعب في القرون الوسطى، تولي ترجع للدولة المراكشية وما قبل الدولة المراكشية، تولي ترجع للحدود قبيل يعني سابقة الحدود سابقة، وكذلك العهود الغابرة. أقسم بالله لا منظومة دفاع، ما كاين والو، لا منظومة دفاع، لا دبابات، لا صواريخ، ما عنده والو. دوز الصفقات ديالو داخل مواقع التواصل الاجتماعي أخي الكريم. والأسد الإفريقي ماشي جاي يعمر في البراد ديال زي، وأنا تنقول لك هادشي فعليا ماشي حنا تنضحكوا. السلاح ديال المغرب هو السلاح ديال المغرب، لا يوجد أي جديد بأي شكل من الأشكال. المغرب هو المغرب، والمغرب الأغلبية ديال ديال الصفقات ديالو معلقة بالمناسبة. إسرائيل لا تستطيع بأي شكل من الأشكال تمكين المغرب بالأسلحة أو الرفع من القوة ديال المخزن. تذكر بأن الطرف الإسرائيلي الاختيار ديالو في الانخراط في حروب بنوافذ اللي هي مختلفة كان من بعد التطبيع بسنتين 3 سنوات، بل ولم يهدأ أصلا، ما كانش عنده أصلا الهدوء. يعني كان يستنزف كيتم الاستنزاف ديالو، ولا زال إلى حدود الآن تيستنزف وتستنزف القدرات ديال الشركات الأمريكية الخاصة بالصناعة العسكرية، ولا زال إلى حدود الآن شركات تضخ وتحاول كذلك يعني دعم الاحتياطي اللوجستيكي بالنسبة للجيش الأمريكي وكذلك بالنسبة للإسرائيليين، لأن هذا من ذاك الأمن ديالهم، هذا من ذاك. اش غادي تعطي الكراس اخي الكريم؟ ما تعطيه والو، اعطيه البروباغندا. ما كاين سلاح، اعطيه البروباغندا. المغرب على عينك اخي الكريم، باغي يخلع العالم بمدى داخل مواقع التواصل الاجتماعي. موازين القوى ماشي اختلت على المستوى الفعلي، موازين القوى اخي الكريم تم هتك العرض ديالها مباشره، بسبب ان المخزن دفع بالجزائر الى رفع من المستوى ديال ديال القوه ديال القدرات ديالها العسكريه. واخا المخزن عبر هذا المقال وصى هذا عموما الصحفي قال ليه قول، او هو خاصو يقول بالمناسبه، بان حصول الجزائر على السخوي 57 يهدد الامن والاستقرار داخل منطقه البحر الابيض المتوسط، ويستهدف كل من ايطاليا وفرنسا واسبانيا والبرتغال، بصح شي تقالب وحصول المغرب على سبيل المثال على الدرونات والاف 35 والاف 16 الا يهدد، خاصه ان المخزن صيبياني يستعمل حتى الجحافله من البشر، أليس بتسليح المغرب ورفع من القدرات ديال العسكريه وتقويته داخل المنطقه من الجانب الاسرائيلي والامريكي ما تدفعش في عدم الاستقرار ديال المنطقه؟ مخزن هبيل اخي الكريم، ما عنده باش يحارب ودفع بالبشر، ما عنده باش يحارب دفع بالبشر، لعب بالبشر. اما اللي عنده باش يحارب كره شحال هذه المخزن دخل في حروب، حرب غادي يفتحها مع الاسبانيين، وحرب مع الجزائريين، وحرب ضد الصحراويين، وحرب ضد الموريتانيين. غير المشكل ديال المخزن ما عندوش مسكين ما عندوش. اما هو احمق، شي من ناحيه الحمق احمق احمق احمق، ويديرها اخي الكريم كي بحال اسرائيل، يعيش على وقع الحروب ويدخل في متاهات وما عندوش المشكل. غير هو متى عاقبه الله بانه اعطى مخزن ضعيف، كذلك ماذا منزوع السلاح. أنا أعتقد بأنه منزوع السلاح بسبب الاتفاقيات أو أحد الاتفاقيات اللي هو وقع عليها منزوع السلاح. هذا مخزن منزوع السلاح أو نظام منزوع السلاح. يعني تصور هذه المسألة في نفس السياق، المخزن متهم بالاعتداء على إسبانيا. صحيفة أو جريدة ديال الدفاع العربي عبر صحفي مغربي تتوجه الاتهامات إلى الجزائر بأن حصول كذلك تتحدث الأوروبيين بأن حصول الجزائر على السوق 57 قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار ديال المنطقة. ما فيهاش، علاش حنا غادي نتسناو من الطرف الجزائريين عاد نشوفوا واش غادي يديروا زعزعة الاستقرار ولا ما يديروش زعزعة الاستقرار، وشنو هو التوجه ديالهم، على الرغم من أنه معلوم حنا راه عندنا مخزن دار عدم الاستقرار داخل، زعزع الاستقرار ديال المنطقة. يعني هناك محاولة إلى توجيه تغيير الدفة،
تغيير التوجه. الاوروبيين انا شادين فيا وتتعاقبوني، وليت انا هو الموضوع الرئيسي للاوروبيين. ها هو راه الجزائر الشكام، ها هو الجزائر راه حدايا هنايا، راه شراس السوقي 57. شوفوا معايا، وكأن بالجزائر هنا عندها تقديرات ديالها بانها تتخوف من الاوروبيين، ولا هي عند بالها بانها مهم جدا الراي ديال الامريكيين او الموقف ديال الامريكيين. اخي الكريم، هذا راه الجزائر ملي كانت تدوز السوقي 57 كان ترامب في نفس السياق اللي حصلت عليها السنه الماضيه. شهر واحد، شهر جوج، في البدايه ديالو ترامب ادى اليمين القسم. اليوم الثاني من بعد الاداء ديال القسم ديالو صيفط لانجلي. اول مساله غادي يقول بها هو انه غادي يصيفط قياده عسكريه الى الجزائر، وهذا توجه. وفي نفس الوقت وفي نفس السياق كانت الجزائر تتحصل على الدفعه الاولى والثانيه من السوخي 57، وعلى عينك ابن عدي وامام انظار الجميع. نزيدك، الجزائر تحصلت على دفعات من السوخي 57 وهي تتفاوض مع الاتحاد الاوروبي بالشروط ديالها من اجل اعاده تجديد او النظر بشديه في الشراكه الاوروبيه الجزائريه. وما كاين حتى شي واحد قال السوخي 57، ما كاين حتى شي واحد تحدث في امريكا كذلك على السوخي 57 او العلاقه. تحدثوا الابواق ديال المخزن، ولكن بشكل وجدي او رسمي لم يشكل لا ارتهان او كذلك الاعتماد على السلاح الروسي اي اشكال بالنسبه للاوروبيين، لانهم يعلمون جيدا بان الجزائر ليست بيدق او اداه في يد روسيا. ولكن اللي متاكدين عليه حاليا وكلشي نحن متفقين عليه، الاوروبيين والجزائريين والمنطقه وكذلك حتى الشرق الاوسط وحتى المعارضه المغربيه بالمناسبه، وحتى جزء اللي هو مهم جدا من الشعب المغربي، حنا متفقين بان المغرب بيدق في يد اسرائيل. هذه متفقين، هذه ما بقاش فيها النقاش. فاطلق من الجزائر اخي الكريم لانها فاتت بمراحل، بسنوات ضوئيه. تتسلح، هي الاولى داخل منطقه البحر الابيض المتوسط، ولكن هي سبب الاستقرار داخل منطقه البحر الابيض المتوسط. السوخي 57 من اجل ضمان الاستقرار وخلق توازن استراتيجي داخل منطقه البحر الابيض المتوسط. ما تخلعني ما نخلعك، هادشي حتى تقول لهم الجزائر، ما تخدعني ما نخلعك. لا كاين لا حلف ناطو، لا كاين زعتر، لا كاين كذلك احنا اوروبيين لا والو. انا عندي السلاح ديالي وانت عندك السلاح ديالك، وانا نتفوق عليك في السلاح، صافي انتهى. وبالتالي توازن. والمفاوضات بطبيعه الحال العمليه ديال الردع تاتي من القوه العسكريه.